لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. لو سمحت ممكن تتاخد شويه، عايز اطلع الموبايل من البنطلون. موبايل ايه يا استاذ؟ احنا مش عارفين نتنفس. يا عم هو انا ماسك مناخيرك؟ ما تتنفس براحتك. الله، تعالى يا استاذ عليا. شكرا يا مدام. الو، انت فين يا كرم؟ اوعى تقولي انك لسه محشور في النيل. لا الحمد لله انا وصلت الشركه. طب انجز بقى. انجز ايه يا نيلي؟ انا بقالي نص ساعه محشور في الاسانسير. هو انت اي حته تروح تتحشر فيها؟ انا مكتبي في الثالث والعضو المنتدب في ال13. انا بقى محشور بين العاشر وبين المنتدب. يعني حبكت تطلع للعضو المنتدب في اليوم المحشور ده؟ العملاء محاصرين الشركه وعايزين تعويضات. وهيعملوا ايه بالفلوس؟ هيصرفوها امتى وفين؟ ما هو انا لو قلت لهم كده كانوا هياكلوا دراعي. الناس اتحولت لزومبيز يا نمبي يا نيلي. يا كرم عمتك على اخرها. انا لعبتها كل الالعاب وبرضه مصره تسافر المنصوره. انت لو اتاخرت اكتر من كده انا هتحول لزومبي وهاكل عمتك. طب هاتي بس اهدي شويه. هات اكلمها. تكلمها، هي واقفه بره بتتكلم مع عماد ورامي. طب خلي بالك لا ياكلوها. ما تخافش انا مسيطره على امور. طب انا عايزك تطمنيها وتقولي لها ان لو كرم قدر يرجع من المهندسين في خلال الاسبوع ده هسفرها المنصور. هو انت هتقعد اسبوع في الاسانسير؟ انا قلبي كان حاسس يا نيلي اني هموت في الاسانسير. الوداع يا نيلي. انا حضرتك قطعت اللحمه وصبعت الكفته، ناقص بس التتبيله بتاعتك وتبقى جاهزه على الشوي. وهي الكفته كده مصبعه يا نيلي؟ ايوه يا طنط. ارمي العك ده في المطبخ. حاضر. ايه ده، هي الاخت نيلي بقت عايشه معاكم كده خلاص؟ لازمته ايه اللت والعجن؟ ما تخليك في حالك. صحيح، وانا مالي يا طن. لكن انا ما فهمتش، انتوا ايه اللي طلعها في دماغكم تاكلوا كباب وكفته؟ احنا دماغنا استحاله توصل للكباب والكفته. دي مراتي بس يا ست نحمده بتتوحم على كباب وكفته. وما تنساش الطحينه اتوحمت عليها. ايوه صح، دي قالت لي اكتر من الطحينه. طب اقول لك ايه، انت تبعت لي مراتك وانا هاكلها بمعرفتي. حاضر. وانت والراجل اللي مسحوب من لسانه ده وروني عرض كتافكم. الله، هو احنا مش هناكل معاهم يا طنط ولا ايه؟ يا نيلي. ايوه يا طنط. اتصلت بكرم؟ لسه محشور يا طنط. هو الاخ كرم محشور في ايه بالظبط؟ ما تمشي يا جدع انت بقى. حاضر. يا استاذ مختار، يا استاذ مختار. انت مين؟ انا كرم. افتح بقى. كرم مين؟ طب اديني اماره. يا عم افتح يا بارد. الحمد لله على السلامة يا كرم. أنا مش مصدق إنك طلعت الدور ال13 ولسه عايش. طبعا ما أنت قاعد ومأنتخ ولا على بالك خالص، سايبني أنا بتروق فوق وأنت قاعد تسمع الأخبار. لكن أنت ماشي حافي ليه كده يا ابني؟ يعني هي جت على الجزمة. ده أنا مش عايز أقول لك إيه اللي حافظت عليه عشان خاطر ما يتخلعش مني. ده أنا لحقت البنطلون بعجوبة. المهم يا كرم، مضيت العضو المنتدب على القرار. هو انت بتعيط مقدما ليه يا استاذ مختار؟ عايز افهم، يعني انت مقدما بتعيط ده حاسس انت هتموت بدري ولا ايه؟ عايز اسمعك، انت بتعيط بجد ولا بتعيط بهزار؟ طبعا وبعدته مع منال من نص ساعه. ليه كده يا كرم؟ دي منال بنتي غلبانه ولسه ما دخلتش دنيا. ويعني انا اللي كنت دخلت؟ وانت ازاي تديها قرار مهم زي ده يا كرم؟ اصل العضو المنتدب شاف ان موظف عبقري واداني مكافأة 6 شهور. ايه؟ تستاهلها يا ابني، والله تستاهلها يا كرم. ونزلت اصرفها من الخزنه فقالوا لي لازم امضة الاستاذ مختار. عنده حق، والحق ما يزعل. وعلشان هو عنده حق فرحت فاتح عليه باب مكتبه ودخلت عليه العملاء. زمانهم كالوا كل الخزنه باللي فيها. اي حد يزعلني هدخل عليه العملاء. واخد بالك يا استاذ مختار صالح يا مايسترو يا عظيم؟ يا كرم يا حبيبي، المكافأة انت هتاخدها قبل ما تمشي حتى لو هدفعها من كده. بقول لك ايه، استنى، انا سامع حد بيصوت. تفتكر دي منال؟ هي منال وانا تايه عن صوتها. طب ايه، مش هننقذها ولا ايه؟ يا ابني انا راجل مسن وعندي الضغط والسكر. ايوه بس دي معاها القرار اللي هينقذك وينقذ الشركه. وانا عايز انقذها بس رجلي مش شايلاني. وايه ده يا ابني، مالك انت بتقلع ليه يا ابني؟ انا ما عنديش استعداد اخسر البنطلون. جايلك يا منال بالبوكسر. يا نيلي، ما تيجي يا نيلي. في ايه يا طنط؟ الله، انت مغرقه نفسك ميه كده ليه؟ مفيش، كنت بصلح المحبس اللي عمال ينقط في الحمام. مش راشا
طلعت عارفة كل حاجة. كل حاجة كل حاجة؟ أيوة، من أول النيزك لحد الصاروخ. نحمده، اوعى تكوني انت اللي قلت لها. أهي قدامك، اسأليها. ياني طبعا عارفة كل حاجة. هو رامي فاكر لما يبوظ الدش ويقطع النت هيعزلني عن الدنيا؟ طب لما انت عارفة سايباه على عمال ايه؟ ده طالع نازل يلف على السكان، محدش يقول له رشا، محدش يجي جنب رشا. أصل رامي شخص متوتر بطبعه، ده لو عرف إن أنا عارفة هيطب ساكت. يعني هو خايف عليكي وانت خايفة عليه؟ شايفة الرومانسية يا طب؟ ربنا يخليكوا لبعض وتفرحوا باللي في بطنك. ده لو لسه في وقت بقى. لو انت في الشهر الكام؟ السابع يعني. يا حرام. بس الحمد لله على الأقل شلته في بطني 7 شهور. وحكاية الكباب والكفتة دي كانت فيك ولا بتتوحمي بجد؟ بجد طبعا، أنا طالبة معايا كباب وكفتة موت. هعمل لك أحلى كباب وكفتة وحمام كمان. انتي جميلة قوي يا طنط. يا لهوي. نحمده دي عسل. ده أنا أول ما شفتها اتشعلقت فيها. أهو ربنا حرمني من خلفة البنات وعوضني بيكم، واحدة منفوخة والتانية مهبوشة. طب ورامي وعماد اللي واقفين فاتحين بقهم بره دول أكيد عايزين ياكلوا معانا. طلعي البطة من الفريزر. وكمان بطة؟ دي هتبقى ليلة يا عمدة. ايوه يا نيلي. نيلي مين يا أستاذ؟ أنت خلاص نسيت صوتي؟ هي المشكله مش في صوتك، المشكله في وداني. الست من ساعه ما عضتني من ودني وانا في قلب البتاع ده، الطبله بتاعت ودني بتزن. ومين بقى الهانم اللي عضتك في ودنك؟ هي واحده بس. انا اتبهدلت يا فريده، الناس بقت وحشه قوي قوي. أنا مش قلتلك عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم؟ وده اسمه كلام؟ طالعه امبارح الفجر ومعاك امك وابنك، وهنتكلم ازاي يعني؟ مش فاهم انا. يا سلام، ما أنت عزمت سكان العمارة كلهم. انا لا عزمت ولا اتنيلت على عيني ولا اتهببت. خلاص يبقى احنا نتقابل بره. بره مين يا ماما؟ الشوارع بقت معجنه، هنتعضى انا وانتي. انا كنت راكن العربيه جنب الكورنيش ومفيش مكان فاضي غير فوق الشجره. بفكر اركن فوق الشجره، لا لقيت الشجره ولا لقيت الكورنيش ولا لقيت العربيه. احنا هنروح حتة هادية، ايه رأيك نطلع الشيخ زايد؟ يا الدنيا اتغيرت، كان زمان نقول ما تيجي نطلع المقطم. ها قلت ايه؟ طيب خلاص انا لو لقيت العربيه في خلال الكام يوم دول هديكي رنه. سلام. باي باي يا كراميلتي. لو سمحت، انا كنت راكن العربيه هنا، ما تعرفش هي راحت فين؟ عربية ايه اللي بتدور عليها؟ ما خلاص خلصت. هي ايه اللي خلصت؟ اوعى من وشي. استنى بس، رايح فين يا استاذ؟ يا استاذ، لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل رمى نفسه في الميه، اكيد عطشان. ما بتاكليش ليه يا رشا؟ حرام عليك يا رامي، أنا ضربت كيلو كباب لوحدي. طب يلا عشان خاطري بقى، كل بقى كفتة ده كمان. يلا كفتة رايحة فين؟ يلا افتحي بقك يا رشا. على فكرة الكفتة دي أنا اللي مصبعها بنفسي. الكفتة بتاعتك مرمية هناك في المطبخ، ابقى خدها. بصراحة يا ست نحمده، أنا ما أكلتش أكل حلو كده يجي من 5 سنين مثلا، من ساعة المرحومة مراتي ما ماتت. بالهنا والشفا. وأنا ما أكلتش أكل حلو كده من ساعة ما اتجوزت. وانت ما جبتش مراتك معاك ليه بالمرة؟ ما بتحبش تخرج، ست غريبة خميرة عكننة. لكن انت جاية وايديكي فاضية النهاردة، فين شادي؟ اسكتي يا نيلي، شادي حابس نفسه من ساعة الحوار الفاشل بتاع الصاروخ ده. أنا خايفة نفسيته تضرب بدل النيزك. احنا كلنا نفسيتنا ضربت، بس لازم نقضيها، دي الحكاية كلها كام يوم وخلاص. يا ريت تقولي له كده، ده لو طلع أصلا من الأوضة. الحقوا حبوا بعض يا جماعة، مفيش وقت. هو انت متأكدة ان انت مش سعاد مرات كرم؟ هو انت كل ما تشوفيني تقولي نفس الجملة؟ أنا سعاد دي ما شفتهاش أصلا. أصل حتى نفس الصوت وطريقة الكلام. بقولك ايه، هي فين صحيح؟ سمعت إن مامتها عيانة. وطبعا كرم هايص مع حبه القديم ولا لا لا لا. هي البت تتحب بصراحة. حلوة بس دمها تقيل قوي. هقولك على سر، انت لايقة على كرم أكتر. أنا؟ لا يعني لا كرم ولا غيره، أنا ما بحبش غير التمثيل خلاص. ألا قوليلي صحيح، هو فين كرم؟ كرم من ساعة ما نزل الصبح وهو محشور. حد هيشرب شاي يا جماعة؟ طبعا كلنا. أبوكي ده واقع. رايح فين يا جدع انت؟ في ايه يا متولي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ الصوت ده مش غريب عليا، مين ده صباح؟ انا كرم يا جاموس ابيض، انت وهي. وايه اللي مبهدلك كده يا استاذ كرم؟ الله، بقول لك ايه، انا مش قادر اصلب طولي، اوعى من وشي. ايه ده، هو اللي دخل كرم ده ولا واحد شبهه؟ يتهيألي هو. اهلا، انتوا تاني؟